اهلا وسهلا بيكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. النهاردة هعمل معاكم تورتة صيامي بطريقة سهلة جدا، وزي ما انتوا شايفينها كده بجد تحفة قوي قوي، وهتعجبكم لو عملتوها بنفس الطريقة دي. والتزيين من بره بقى هيرجع ليكي. انا عملتها بطريقة اللي هي الروشيه. تورتة صيامي روشيه بتكون بالمكسرات من بره وصوص الشوكولاتة. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة انا عاملة هنا 2 ديسك من الكيكة. لو انتي عايزة تعرفي المقادير والطريقة، في فيديو عندي في القناة كنت منزلة الطريقة والمقادير، وطريقتها بالظبط تعمليها ازاي. علشان بس الفيديو ده ما يطولش، انا عايزة اوريكي ازاي نزينها ونعملها بالطريقة دي. اهي شايفين بقى الكيك نفسه طري جدا وهش، ويعني زي الفطاري بالظبط، وهتعجبك قوي قوي لو عملتيها بالطريقة دي، وكله مش هيصدق ان هي صيامي. هبتدي بقى اجيب الكيكة وبالمنشار بتاع السكينة، وهبتدي ان انا اقسمها على نصين. انا هعمل التورتة 3 طبقات، فهاخد من هنا نصين وهاخد من الكيك التاني طبقة واحدة. شايفين الهشاشة والمسامات اللي في الكيكة زيها زي الاسفنجية بالظبط، بس طبعا بتكون عايزة معاملة خاصة كده، عشان من اي لمسة او حاجة ممكن تتقطع. فبنتعامل معاها بحرص كده ونقطعها بالراحة. هي شبه كيكة الفادج شوية، لو انتوا عارفين كيكة الفادج، هي شبه كيكة الفادج شوية. تمام، انا كده عملتها على جزئين. هجيب بقى اللي يتبقى بقى من الكيك والوش اللي من فوق ده اللي انا شلته علشان اسوي سطح الكيك. ما بيترميش، بنحطه في كيس ونحطه في الفريزر، وبنطلعه في اي وقت نعمل بيه مثلا كيك بوبس، بنعمل بيه ديسباسيتو صيامي، بنعمل بيه اي حاجة. عندي بقى الكريم شانتيه، عندي ربع كيلو من الكريم شانتيه، وعندي كوباية من المية المتلجة يكون فيها قطع تلج، وعندي كوباية الا ربع من السكر، وعندي 3 معالق من الكاكاو الخام الاسباني الغامق. جبت بقى البولة بتاعة العجان وحطيت فيها السكر، وهحط فيها المية، ولو احتجت تاني هبقى ازود. وهحط الكاكاو، مش هحطه كله، هسيب معلقتين كده. لو حسيت ان هي محتاجة تغمق اكتر، او طعم التيست الشوكولاتة يكون فيها اكتر، هبتدي ان انا احطهم. لو انت عايزة الكريم شانتيه يكون بالفانيليا، يبقى هتشيلي الكاكاو خالص وتحطي الكريم شانتيه بس. ابتدي بقى دوبتهم كده كويس قوي في قلب بعض، وبعد كده نزلت بالكريم شانتيه وابتديت ان انا اضربه كويس قوي. شايفين بقى الكمية عليت وبقت قد ايه؟ آه شايفين، انا عايزة بقى القوام ما يكونش ولا تقيل ولا خفيف، يعني لما اجي اعمله بالمعلقة كده يكون مش بينزل بسهولة، علشان يكون ماسك في التورتة، وما احطه في التلاجة يشد على بعض. ابتديت بقى اجيب البورد بتاع الكيكة بتاع التورتة، وحطيت الكريم شانتيه في كيس من اكياس التلاجة. وعندي كريسبي، ده بيتباع عند محلات خامات الحلويات، عامل زي بسكوتات كده مغلفة شوكولاتة، ده برضو بيكون صيامي بجيبه. بيدي طعم قوي ما بين الطبقات. وعملت كوباية مية عليها معلقة كبيرة من النسكويك من الكاكاو الخام، ومعلقتين 3 من السكر، وبعملهم كده علشان اسقي بيه الكيك. وطريقة، ولازم الكيك يتسقي يا جماعة، ما تقوليش ان هو طري وهش وبلاش اسقيه، لا، بتفرق جدا في طراوة الكيك وطعمها كمان. وابتديت احط طبقة من الكريم شانتيه واوزعها كده كويس واسويها. انا زي ما قلت لكم هعمل التورته دي 3 طبقات. فادي اول طبقه حطيتها وسقيتها كويس، وبعد كده حطيت الكريم شانتيه، وبحط وحدات كده من الكريسبي، او ممكن تحطي شوكليت شيبس اللي انت عايزاه. وبعدين حطيت الطبقه التانية، وببتدي ان انا اثبتها كده بايدي على بسيط، ما اضغطش عليها قوي عشان الكريمه ما تطلعش من الجناب. وسقيتها برضو كويس. وهبتدي بقى ان انا احط طبقة تاني من الكريم شانتيه، بس انا باخد اللي في الجناب بحطه من فوق دلوقتي. وهحط طبقة تانية كده تكون طبقة حلوة، يعني حطي كريم شانتيه كده حبة حلوين.
وببتدي ان انا احط بقى الكريسبي، وحطيت الطبقة التانية، وبرضو بثبتها كده كويس، وبشوف بقى لو مايلة من جنب او اي حاجة، ببتدي ان انا اظبط، وبسقيها برضو كويس بالكاكاو بالمية. وهبتدي بقى احط كريم شانتيه بس طبقة بسيطة، علشان ابتدي ان انا اسويها واجلسها. في المرحلة دي انا بيبقى في فتفتة بتطلع من الكيك، فانا يا دوبك بس بغلف الكيك طبقة بسيطة كده من الكريم شانتيه، يعني مش هجلسها دلوقتي. بحط طبقة بسيطة ان انا اغطي كل الكيك الاول، واحطها في التلاجة تشد، وبعد كده احط لها الطبقة التانية علشان تكون متساوية. فمش مهم ان هي تبقى متساوية قوي في المرحلة دي، او تكون مظبطة قوي. اهم حاجة قبل ما احطها في التلاجة بجيب منديل، وببتدي اشيل الزوايد اللي في البوردة، عشان لما تتحط في التلاجة ما تنشفش عليها ويبقى صعب ان انا انضفها. بعد ما حطيتها في التلاجة حوالي ساعة، ابتديت ان انا اطلعها تاني، واحط عليها الكريم شانتيه، وبحط بقى طبقة مش قليلة، يعني بحط طبقة كويسة. ببتدي اوزعها كده بكيس التلاجة. بيسهل عليا اوي الشغل، وبيسهل عليا التوزيع يكون متساوي. ودي طريقة سهلة ان انتي تجي تغلفي تورتة بطريقة سهلة جدا. واللي انا بعمله ده تقدري ان انتي تعمليه في تورتة فطاري عادي بدقيق اسبونج. ببتدي بقى ان انا اجلسها كده بالاداة دي، اسمها سكرابر، بتتباع برضو عند اي محلات مستلزمات حلواني او في العتبة. وببتدي ان انا اسحب الكريمة الزيادة علشان اخليها كلها متساوية، واللي بيجي في البورد برضو بشيله. ببلها كده نقطة مية من تحت الحنفية، وببتدي ان انا اسحب الكريمة زيادة. وطبعا لما بتيجي على فوق زي ما انتم شايفين كده، ببتدي ان انا اساوي السطح بتاعها كويس، واسحب الكريمة الزيادة. تمام كده. ببتدي بقى ان انا اسويها حلوة قوي، علشان اما احط فوقيها صوص شوكولاتة او صوص نوتيلا او اللي انت عايزاه، يكون السطح بتاعها املس ويكون يعني متساوي كده مع بعض. وبرضو بنضف البورد كويس من اي زوايد بتنزل عليه. آه هنا بقى ان انا بلتها نقطة مية علشان اجلسها التجليسة الاخيرة واسويها كويس. المية هنا بتخلي الكريمة تنعم معاكي جدا، وتبقى ملسة معاكي قوي قوي. فان انتي تبلي السكرابر وتعدي عليها بيكون حلوة جدا. هبتدي بقى اعمل صوص الشوكولاتة. انا عندي هنا قالب شوكولاتة سما اللي هو 200 جرام، وعندي ودي يا جماعة شوكولاتة صيامي. القالب ده بيكون ب 12 جنيه او ب 15 جنيه على حسب المكان اللي انت فيه. وعندي 3 معالق من الكاكاو الخام، ونص كوباية من المية. وعندي هنا بقية الكريم شانتيه اللي عندي، هاخد منه معلقتين بس كبار، وهدوب الخليط ده كده مع بعض. تقدري تحطي بقى معلقة سكر او معلقتين زي ما انت عايزة، بس طبعا انا بستكفي بالشوكولاتة وبحط بس حوالي معلقة بس كده للطعم. هبتدي بقى ان انا اقلب كل الحاجات دي على البارد الاول علشان ما تكتلش معايا، وبرفعها على نار هادية جدا جدا، وببتدي ان انا اقلبها لغاية ما تدوب وتغلي معايا. عندي بقى الشوكولاتة، انا خدت حوالي 6 مكعبات من الشوكولاتة، وابتديت ان انا اكسرها كده عشان تسهل معايا ان هي تسيح. ورفعت الخليط من على النار وهو سخن، وببتدي احط الشوكولاتة وهي بتدوب على الحرارة بتاعة الحلة نفسها والخليط. احنا كده عملنا جناش. ولو عندك معلقة عسل جلوكوز ضيفي، لو ما عندكيش ممكن تحطي معلقة عسل نحل عادي، او ما تحطيش خالص مفيش مشكلة. بس هنا العسل الجلوكوز بيدي قوام
وكمان بيدي لمعة. وحطيت معلقة زيت علشان برضو اللمعة. شايفين اللمعة بتاعته هايلة جدا، والقوام بتاعه مش تقيل ولا خفيف، وطبعا لما بيبرد بيبتدي ان هو يتقل وهيغطي معايا التورتة حلوة قوي. شايفين الخليط عمل معايا البولة دي طبق صغير صيني، وكمان كان فيه شوية كمان في الحلة. هسيبه لغاية ما يهدى شوية، ما يبقاش سخن قوي. بس شايفين القوام لما باجي اعمله في المعلقة، لا القوام تقيل وحلو. و يعني مش هيسيل من على التورته. عندي هنا بقى كنت جايبه ب5 جنيه سوداني حلويات من عند مستلزمات حلواني برضو، وهحط عليهم شويه شوكليت شيبس كده. ولو عندك مكسرات عايزه تحطي بندق، عايزه تحطي عين جمل، انا حطيت كده واحدتين من العين الجمل اللي انا كسرتهم دول. علشان احنا مش بنحب عين الجمل قوي، يعني احنا بنحب طعم السوداني اكتر. عايزة تحطي بندق، عايزة تحطي لوز مجروش، براحتك خالص. ورجعت الخليط تاني الحلة علشان اوريها لكم، وقلبتها كده مع السوداني. جبت بقى الكيك من التلاجة، وياريت تبقي تحطيها نص ساعة في الفريزر يكون افضل كمان. وهبتدي اصب عليها الجناش اللي انا عاملاه دوا. بصوا بقى طريقة الصب دي مهمة جدا. انا مش ببتدي من النص، انا ببتدي من الاطراف الاول علشان تنزل على الاطراف تغطيها كلها. وكده كده النص هبتدي ان انا ازوده عادي. بس انا اهم حاجة عندي ان الخليط ينزل على الاطراف علشان يغطي لي الكيك كلها من بره والسطح كله من الجناب. ببتدي بقى اخد النزل على البورد ده، ولو في حتت ما منزلش عليها الخليط ببتدي ان انا اسويها كده بالراحة. انا هنا مجرية الفيديو، بس انا كنت بعمل بالراحة جدا علشان ما ماخدش طبقة من الكريمة. فبعمل بالراحة قوي علشان صوص الشوكولاتة يمسك فيها، وكمان ما بهدلهاش واخد طبقة من الكريمة تخش في طبقة الشوكولاتة، هيبقى لونها مش حلو خالص وشكلها كمان. طبعا البورد اتبهدل، وانا كنت حاطة صينية من تحت وعلبة تلاجة علشان بقية الشوكولاتة تنزل في الصينية. ببتدي انضف بقى البورد كويس، قعر البورد من تحت ببتدي ان انا انزل منه اي شوكولاتات زيادة. وهنضف البورد برضو بمنديل مبلول. واللي نزل في الصينية ده بنرجع ناخده وبنستخدمه تاني عادي خالص، وتقدري تحفظيها في الفريزر لأي تورتة. لو عايزة تاكلي أي حاجة حلوة تقدري تطلعيه في أي وقت، بيقعد معاكي بالشهور. هنا خلاص بقى أنا كنت نضفت البورد والكيك، كنت حطيتها في التلاجة شوية وشدت. شايفين بقى شكلها تحفة جدا جدا. حطيت بس يعني انا استكفيت بالتزيين كده، هي سيمبل وهادية جدا. فحطيت فراولاية كده من فوق وقطعتها كده شكل. تقدري تحطي عين جمل برضو تدي شكل. لو انت عاملاها فطاري تقدري تجيبي الشوكولاتة اللي هي روشيه وتحطيها. وحبيت ان انا اعمل اطار كده من تحت من التورته من تحت يكسر بس الالوان شويه. فابتديت ان انا احط كريم شانتيه من تحت بالبلبله اللي هي شكل النجمه. وكده التورتايه جاهزه وجميله. ومش عايزه اقول لكم كان طعمها بجد حلو جدا، مش هتفرقيها عن الفطاري. طعمها حلو وشكلها حلو، وعملتيها بكل سهوله وبساطه في بيتك وما كلفتيش نفسك. وشايفين بقى دلوقتي هوريكم شكل الطبقات بتاعتها من جوه، حلوة جدا وعالية، والكريمة فيها مظبوطة قوي قوي من جوه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك للفيديو. مع السلامة.